بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن رؤية الفرح في المنام. رؤية الفرح في المنام ليها تفسيرات إيجابية وتفسيرات سلبية. لو شخص حلم إن هو حضر فرح، فده بيشير إلى إنه دي بداية حياة جديدة ليه، وهيبقى فيها سعادة واستقرار. ده لو كان الفرح هادي، يعني ما كانش فيه زحمة كتير، ما كانش فيه موسيقى بصوت عالي. ده بشرة خير بالنسبة للرائي. ولو كان هو بيمر بأزمات أو بمشاكل أو بهموم وأزمات مالية، فرؤية الفرح بتدل على انتهاء الأزمات ديت، وإن إن شاء الله ربنا يكرمه برزق واسع ورزق وفير ويسمع أخبار كويسة. ورؤية الفرح برضك بتدل على تحقيق الأمنيات. يعني مثلا لو شخص نفسه ان هو يسافر او ينتقل من وظيفة لوظيفة او يشتري بيت جديد، فرؤية الفرح ديت بالنسبة له امنياته هتتحقق ان شاء الله. كل ده لو الفرح هادي وما فيش فيه موسيقى عالية او في دوشة وهيصة عالية. ده بالنسبة للإيجابيات في رؤية الفرح. لكن لو شخص حضر فرح وفيه صوت موسيقى عالية قوي وصوت زغاريت وأغاني عالية، ده لا قدر الله بيبقى إنذار بوقوع مشاكل، أو هيسمع خبر غير سار. ولو حلم في الفرح إن أشخاص لابسين أسود، فده إنذار بوجود مشاكل وهموم وأزمات كبيرة. ولو في شخص مريض كان في الفرح والناس كلها بترقص حواليه، فده إنذار لا قدر الله بموت المريض دوت. يعني ربنا يعني ما يجيبش حاجة وحشة لحد يا رب. وبرضك الفرح زي ما قلت لكم من الحاجات اللي فيها إنذارات. فلو شخص حلم بفرح فيه صخب وهيصة، يكون على حذر، ويكون في الفترة القادمة يحاول ان هو ما يتسرعش في قراراته، ويتجنب اي مشاكل يدخل فيها. ويا رب يبعد عننا اي مشاكل واي هموم، ويرزقنا بالفرح والسعادة، ويدخل الفرح بيتنا، ويجعلني دايما كده يا رب أبشركم بالخير يا رب.